مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. بجد وحشتوني جدا جدا. لو أول مرة تشوفوني أنا نرمين صبري، والنهاردة هعمل معاكم باتيه بالشوكولاتة. هنعمله نباتي من غير بيض، من غير زبدة، من غير أي حاجة، وهيبقى مورق وطعمه حلو جدا 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 وشكله جميل. وقبل كده احنا عملنا في القناة عندي باتيه بالزيتون، وعملنا كرواسو كمان نباتي، وكانوا حلوين جدا جدا جدا، والفيوهات فيهم كانت عالية جدا. علشان كده أنا قررت أعمل لكم باتيه من نوع جديد، بس شكله وطعمه خطير جدا، وزي ما انتم شايفين معايا مورق وحلو جدا. وطبعا لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش لايك وكومنت وشير. ودلوقتي يلا نبدأ مع بعض بسرعة. اول حاجه معانا هي مكونات العجينه. هيبقى معانا كيلو دقيق منخول، يعني حوالي 7 كوبايات بالكوبايه المعياريه، او ممكن تعايري باي كوبايه عندك كل المكونات اللي انا هقولها. وكوبايتين ميه دافيه، يعني 500 مللي ميه، ولازم الميه تكون دافيه كويس وتكون ازيد شويه من الدفيان. ومعلقتين كبار خميره فوريه، و5 معالق كبار سكر، ومعلقتين كبار كاكاو خام، ونص كوبايه زيت نباتي يعني حوالي 125 مللي، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه كبيره خل. في البداية هجيب الدقيق بتاعي وهحط عليه الملح والبيكنج باودر، وهنقلبهم كويس. وبعد كده هنركنهم على جنب ونبدأ نجهز العجينة بتاعتنا. في البداية هنجيب بولة فاضية وهنحط فيها الكوبايتين المية الدافية، وهنحط عليهم السكر والخميرة، وهنقلبهم كويس جدا. وطبعا لو انتم مش متأكدين من الخميرة بتاعتكم بتعملوها على اختبار الخميرة. بناخد شوية من المية بتاعتنا، يعني نص كوباية، وبنحط عليها معلقة سكر على الخميرة بتاعتنا، وبنقلبهم وبنسيبهم على جنب لمدة 10 دقايق لغاية لما نشوفها، نختبرها لغاية لما تبدأ تعمل فوم وتتضاعف حجمها. ساعتها بتبقى الخميرة معانا شغالة. لكن انا بالنسبة لي الخميرة دي انا متعودة عليها ودايما بستخدمها. وفي حد في الكومنتات سألني ايه نوع الخميرة اللي انا بستخدمها، فانا بستخدم دريم، ممتازة جدا. وبعد ما قلبنا كويس جدا دلوقتي بقى هنحط معلقة كبيرة خل، وهنحط نص كمية الزيت. مش هحط الزيت كله، هحط نص الكمية بس، وهنقلب كويس جدا. وبعد كده هنبدأ بقى نحط الدقيق بتاعنا، بس انا مش هحطه كله مرة واحدة، لا انا هحط حب حب، وهنفضل نقلب كويس. وبعد كده نبدأ نعجن بقى بايدينا ونزود الدقيق بشوية. وانا هسيب من الدقيق بتاعي حوالي نص كوباية، هخليها على جنب عشان انا هعمل عجينتين، عجينة فانيليا وعجينة شوكولاتة، فعشان كده هركن النص كوباية دقيق على جنب. وبعد كده هبدأ ألم العجينة كويس، وأبدأ أحاول أعجنها وألمها على بعض. وطبعا علشان العجينة بتاعتي تتلم معايا بسرعة فهنحط باقي كمية الزيت، وهنقلب كويس جدا. وعلى فكرة العجينة بتاعتنا دي مش بتبقى طرية قوي ومش بتبقى ناشفة قوي، لا بتبقى عجينة شوية متماسكة بس بتبقى ناعمة. وبعد ما حطيت الزيت اتلمت معايا بسهولة. دلوقتي بقى هقسم العجينة لنصين، نص هعمله فانيليا ونص هعمله شوكولاتة. هركن نص العجينة في بولة تانية، وهاجي النص ده انا هكمله فانيليا، فهبدأ ازود رشة دقيق، وهفضل اعجنها كويس جدا. في الخطوة دي لازم اعجنها حوالي مش اقل من 5 ل7 دقايق، لازم تتعجن كويس جدا. ودي حاجة مهمة في اي معجنات احنا بنعملها، لازم نخدم العجينة كويس علشان يطلع معانا المخبوزات بتاعتنا الجودة بتاعتها عالية. وبعد ما عجنتها حوالي 5 ل7 دقايق خلاص اتعجنت كويس جدا، وزي ما انتم شايفين معايا الملمس بتاعها ناعم جدا. دلوقتي بقى هجيب بولة نظيفة وهحط فيها معلقتين زيت، وهدهن البولة بتاعتي وهدهن كمان العجينة، وهغطيها بستريتش راب وهركنها على جنب. هجيب بقى الجزء التاني من العجينة عشان اعمله شوكولاتة، هحطه في نفس البولة. وبعد كده هحط الكاكاو الخام، وطبعا الكاكاو الخام لازم اكون نخلاه كويس جدا علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. هنبدأ نحط الكاكاو الخام بشوية ونفضل نعجنها. طبعا انا استخدمت معلقتين بس كاكاو خام، علشان الكاكاو الخام اللي انا بستخدمه غامق جدا، فعشان كده انا استخدمت معلقتين. لكن الكاكاو بتاعك لو كان فاتح شوية ممكن تستخدمي لغاية 3 معالق. طيب، وعايزة اقول معلومة تانية، اذا حسيتوا العجينة بتاعتكم نشفت شوية لما حطيتوا الكاكاو، ممكن تزودوا لها معلقتين 3 زيت، هتلاقوها طريت معاكم وبقيت تمام. وبعد كده هنعجنها كويس جدا
ونفضل نزود كاكاو لغاية لما نوصل للون اللي انتوا عايزينه. وبرضه هعجنها كويس جدا لمدة 5 ل7 دقايق. وده شكلها بعد 7 دقايق من العجن، خلاص بقيت تمام جدا وبقيت ملمسها ناعم. دلوقتي بقى هنجيب بولة نضيفة وبرضه هنحط فيها زيت، وهندهن العجينة ونغطيها برضو بستريتش راب. وطبعا هنسيبها تخمر معانا حوالي ساعة لساعة ونص، لازم تخمر كويس جدا وتضاعف حجمها، وده طبعا على حسب الجو برد او الجو حر، هي هتاخد وقت اقل معاكم، يعني من نص ساعة لساعة ونص، طبعا على حسب جو شتاء او صيف. وده شكلها بعد ما خمرت، هي خدت معايا في التخمير حوالي ساعة وربع، بقيت تمام جدا وحجمها تضاعف، وطبعا احنا بنكون حاطينها في مكان دافي. دلوقتي بقى هبدأ اجيب الفانيليا بتاعتي وهنشيل الاسترتش راب بتاعنا. وطبعا احلى حاجة معايا انا مجرد ما بلمس العجينة واحد بيحس صراحة بانتعاش. وهنبدأ بقى نقطعها ل10 كور، كل واحدة فيهم هتقطعوها ل10 كور. هجيب الفانيليا الأول وهنقطعها ل10 كور. على فكرة يا جماعة، يعني في ناس بتتضايق إن أنا بستخدم إيدي بس من غير جلافز، بس صدقوني أنا بحب أمسك العجين وإيديا ببقى غسلها كويس جدا، طول ما أنا بصور ببقى بغسلها كتير جدا، طول ما أنا بصور وبنشفها، فهي بتبقى نظيفة جدا. وكمان أنا بحس براحة نفسيا وأنا قاعدة بلمس العجين بإيديا، بيديني طاقة إيجابية وبيخليني مبسوطة، فعشان كده أنا بحب ألمس العجين بإيديا، مش بحب أستخدم جلافز إلا بقى في حالات معينة، بس يعني في أغلب الأوقات أنا بحب ألمس العجين بإيديا، فيعني سامحوني اعذروني على النقطة دي. وبعد ما قطعت العجينة بتاعتي ل10 كور وسويت الكور بتاعتي كويس جدا، دلوقتي برضو هنجيب الشوكولاتة وبرضو هنعمل نفس الطريقة، هنبدأ نقطعها ل10 كور كمان وهنسويهم كويس جدا ونحاول نخلي الكور متساوية. وبعد كده بنجيب صينية أو بتجيبوا القطاعة بتاعتكم أي حاجة ونبدأ نرص عليها الكور الشوكولاتة والكور الفانيليا ونغطيها، ولازم تتغطى كويس جدا، وهنركنها على جنب لمدة 5 دقايق 10 دقايق، وبعد كده نبدأ نشتغل فيها على طول. أنا عايزاها بس تريح شوية علشان تتفرد معانا بسهولة. وكمان عايزة أقول لكم على معلومة، لو انتوا حاسين الكمية دي هتعمل معاكم باتيه كتير قوي، فانتوا تقدروا تستخدموا نص كيلو، يعني تقللوا المكونات للنص، وأنا هكتب لكم في صندوق الوصف مقادير الكيلو ومقادير النص كيلو. وبعد ما سيبنا الكور بتاعتنا استريحت 10 دقايق، دلوقتي بقى هنبدأ نفرد. هنرش رشة دقيق، أنا في البداية هفرد 5 كور فانيليا معايا، هنفردهم بالطريقة دي بتتفرد معايا بسهولة عشان هي ارتاحت، وبنحاول نخلي الفرد كله حجم واحد. وبعد ما خلصت أول 5 فانيليا معايا بجيب طبق وبرش عليه دقيق رشة حلوة كده، وبعد كده بحط الفطيرة بتاعتي أو القرصة بتاعتي، وهجيب زيت نباتي او ممكن تستخدموا سمنه نباتي اللي انتوا بتحبوا تستخدموه، بس انا عن نفسي بحس الزيت النباتي صحي اكتر. هو السمنه النباتي بيديني طبعا افكت احلى والطبقات بتبقى احلى، بس انا بخاف من السمنه عشان بتبقى سمنه مهدرجه خصوصا النباتي، فانا مش بحب استخدمها، فانا بالنسبه لي بفضل الزيت النباتي اكتر. وهدهنها زيت كويس، وبعد كده هرش لها رشه نشا. ايوه رشه نشا، مش عايزه اقول لكم النشا دي بتخليها تفصل، والطبقات بتدينا طبقات حلوة. وبعد ما رشيت رشة النشا هحط الفطيرة التانية واظبطها، وبرضه هدهنها زيت كويس، وبرضه هحط لها رشة نشا، وهفضل اعمل كده لغاية لما اخلص ال5 طبقات معايا بالشكل ده. وبعد ما خلصتهم اخر طبقة انا مش بدهن عليها حاجة، لا برش عليها رشة نشا او رشة دقيق وبغلفها وهركنها على جنب. وهعمل 5 كرات برضه من الشوكولاتة بنفس الطريقة. هنرش دقيق ونبدأ نفرد الكرة بتاعتنا، هنفرد 5 بنفس الطريقة، وطبعا عشان احنا مريحين العجينة بتاعتنا فهتتفرد معاكم بسهولة. وبعد ما فردنا ال5 كرات اللي معانا، خلاص برضو هنجيب طبق وهنرش عليه رشة دقيق كويسة، وهنجيب أول كورة وهندهنها زيت نباتي كويس جدا، وهنرش عليها رشة نشا، وهنحط الطبقة التانية وهندهنها زيت كمان كويس جدا، ونحط لها رشة نشا، ونفضل نعمل كده لغاية لما نخلص ال5 طبقات. واخر طبقة طبعا مش هندهنها زيت، لا هنحط لها رشة دقيق او رشة نشا وهنغلفها، وهسيبهم في التلاجة لمدة تلت ساعة لنص ساعة. اهم حاجة لازم يستريحوا كويس. وبرضو هعمل ال10 كرات اللي فاضلين هعملهم بنفس الطريقة، يعني 5 فانيليا و5 شوكولاتة، وهسيبهم يستريحوا. وده شكلهم بعد ما استريحوا حوالي نص ساعة في التلاجة. وطبعا اهم حاجة لازم نكون متغطينهم كويس علشان خاطر الوش بتاعهم ما ينشفش.
واول حاجه هنعملها ان انا هجيب الشوكولاته وهبدا افردها. فهنحط رشه دقيق كويسه ونبدا نفرد، بس اهم حاجه لما نيجي نفرد هنفرد من جوه لبره بالشكل ده. وطبعا انا بقلبها كل شويه للناحيه التانية علشان اضمن ان الطبقات كلها بتطلع بنفس الطريقه. وبرضه هنرش دقيق لو احنا محتاجين، ونفضل نفردها بالشكل ده. هركن الشوكولاته على جنب، ودلوقتي هنجيب الفانيليا وبرضه هنرش رشه دقيق كويسه ونبدا نفردها. بصوا من جوه لبره زي ما انتم شايفين معايا. وطبعا كل شويه هقلب العجينه علشان اضمن ان الطبقات تبقى مفروده وما تبقاش طبقه لما مش مفروده كويس وطبقه مفروده قوي. وهنفضل نعمل كده لغايه لما اتاكد ان كله تمام وخلاص فردنا الاتنين كويس. دلوقتي بقى هجيب الشوكولاته واحطها من تحت، وهروح دهنه الشوكولاته معايا كويس جدا زيت، واحط لها رشه نشا كويس. وبعد كده هحط الفانيليا معايا. وعلى فكرة ممكن من البداية تحطوهم على بعض، بس انا فضلت ان انا اعمل ده لوحده وده لوحده عشان لما اجي افردها تبقى مفروده معايا مظبوطه اكتر. لكن انتوا تقدروا تحطوها على بعض مفيش مشكله من اول خطوه. بعد كده هنبدا نفردها بس بالراحه، خلينا نبقى بالنا طويل شويه واحنا بنفردها من جوه لبره وتتفرد كويس جدا. وبعد ما فردتها هتبقى الشوكولاته من تحت والفانيليا من فوق. دلوقتي بقى هجيب سكينه، هجيب قطعه بيتزا، اجيب اي حاجه بعد ما انا فردتها هنقطعها شرايح بالشكل ده. وبعد كده هنجيب شوكليت شيبس او ممكن نجيب شوكولاته خام ونقطعها صوابع براحتكم على حسب المتاح عندكم. انا بالنسبه لي هستخدم شوكليت شيبس. هحط جزء وهبدا الفها بالشكل ده. وطبعا الزيادات اللي هتطلع هعملها حلزونيه كده واركنها، هتبقى شكلها برضو حلو مفيش مشكله. والباقي هلفه بالشكل ده. وبعد ما لفتها خلاص هي معايا شكلها حلو وحجمها حلو جدا. هاجي للباقيين برضو هحط لهم شوكليت شيبس وهلفها بالشكل ده. وهروح قطعه. انا بالنسبه لي الحجم المتوسط ده احسن من الحجم الكبير، فانا هعملها كلها حجمها صغير شويه. وبرضو هحط لها شوكليت شيبس والفها بالشكل ده. وبعد ما لفيتهم كلهم بنفس الطريقة، دلوقتي بقى هنجيب أي سكينة مشرشرة معانا ونبدأ نعمل لها خطوط عميقة بالشكل ده. بصوا الخطوط مديها شكل جمالي قد ايه، شكلها حلو جدا. ودلوقتي بقى بعد ما شرحناهم كلهم ودونا الشكل الجميل ده، دلوقتي بقى هنجيب صينية نكون دهنينها زيت كويس جدا، أو ممكن تحط ورق زبدة لو موجود عندكم. ونبدأ نحط الباتيه بتاعنا بالشكل ده. هنحط الباتيه واحدة واحدة بالشكل ده. شكلها حلو جدا جدا جدا. نغطيها ونسيبها تخمر لمدة ساعة. لازم نسيبها تخمر كويس جدا وتستريح ساعة ساعة ونص، سيبوها براحتها لغاية لما حجمها يتضاعف. وبالشكل ده يكون الباتيه بتاعنا خلاص حجمه تضاعف وشكلها حلو جدا. دلوقتي بقى هنجيب نسكافيه سريع الذوبان، هنكون مدوبين معلقة صغيرة على ربع كوباية مية سخنة، أو قهوة اسبريسو لو انتوا عندكم مكنة الاسبريسو براحتكم. ومع القهوة دي هنحط معلقة زيت، معلقة صغيرة زيت ومعلقة صغيرة سكر، وهنقلبهم كويس جدا. وبعد كده هندهن الباتيه بتاعنا. وده البديل النباتي للبيض، يعني لو مش عايزين تدهنوا بيض يبقى تدهنوها بالطريقة دي هتبقى أحسن كتير. وبعد ما عملناها بالطريقة دي ودهناها كويس، دلوقتي هنروح ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة. وطبعا هنحطها في الرف اللي في النص، وتكون الفرن سخنة قبلها ب10 دقايق ربع ساعة قبل ما نحطها. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، شكلها حلو جدا. وطبعا انا اي مخبوزات عندي انا لازم بعد ما تطلع من الفرن بروح نافضه عليها شويه ميه بايديا او ببخاخه كده، ببخ عليها بختين 3، وبعد كده بغطيها واسيبها 10 دقايق ربع ساعه، فبتطرى معايا الوش بتاعها وبيبقى تمام جدا. وده شكلها بعد ما استوت، بجد شكلها حلو جدا. ومش عايزه اقول لكم لذيذه وعجبت ولادي وخفيفه وصحيه ومورقه من جوه وشكلها خطير. هفتح لكم واحده واوريكم هي قد ايه جميله. بصوا من جوه الطبقات شوكولاته على فانيليا على شوكولاته سايحه من جوه، حاجه كده خياليه. بجد شكلها حلو جدا ومورقه وجميله. يا ريت تجربوها وتقولي رايكم في الكومنتات. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وكمان ما تنسوش تدوسوا على زر الجرس علشان يوصلكم اشعارات بكل فيديوهاتي. كان معاكم نرمين صبري، اشوفكم على الف خير. باي باي.